مرحبا صبايا، كيفكن؟ ايش اخباركن؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طمنونا عنكن. انا بخير وكتير مشتقت لكن، يخلي لي اياكن وما يحرمني منكن ابدا يا صبايا. بيسعدني وبنورني اللي بحبني وبحب صفحتي، بتمنى منه يشترك ويدخل على القناة، يحط لي لايكات ويكتب لي تعليق حلو مشان ادخل لعنده ارحب فيه، يقول لي انه انا جديد عندك بقلب القناة، انا مشتركة جديدة. يخلي لي اياكم يا رب يا صبايا. طمنونا عنكم صبايا، ايش اخباركم؟ اليوم رجعت لكم فيديو جديد وروتين جديد، بتمنى يعجبكم. اليوم روتيني يا صبايا هي عبارة عن كان فقت هيك من الصبح، شربت فنجان قهوة، بعدين قلت هي الطبخة انه بدها يعني شغل. بوقتها ما كنت حافرة الباذنجان قبل بيوم، حفرته بنفس النهار. بدي اعمل اسمها مسقعة البندورة بعبة محشي. نحن الحلبية بنقول لها حب العب بقى، ما بعرف انتوا ايش بتسموا. يعني كل شيء نحن بقلب، مثلا البندورة بقلبها محشي، الفاصوليا بقلبها محشي، كله بنقول له حب العب. ما بعرف اذا انتوا كمان هيك بتسموا نحن غير شكل، ما شاء الله حكينا. المهم الحمد لله رب العالمين. مثل ما لكم شايفين، اول شي حطيت مي على النار يا صبايا، خليتها تغلي لبين ما تصير سخنة نظامي. بعدين نزلت عليها البندورة، خليتها بس هيك يعني شغلة 5 دقايق لبين ما هيك فكت قشرة شوي عن بعض. بعدين قشرتها وبدي افرمها طبعا على الناعم. هاي الطبخة كتير صراحة سهلة، يعني ما بدها شي ابدا ابدا. ايه والله الحمد لله رب العالمين. وهلا مثل ما لكم شايفين بلشت بدي افرمها. جايبة انا شغلة 5 كليات بندورة وكليين ونص باذنجان مشان اسايب قلبها محشي. صراحة اطيب بكتير انه جنبها رز. يعني المحشي بقلبه عن جد بيطلع نكهته رائعة. كتير كتير جربوها، ما رح تندموا أبدا. وهلأ يا صبايا مثل ما واضح عليكم، ألف الحمد لرب العالمين، وصلت للألف عندي بصفحتي التيك توك، وحبيت هيك أصور لكم إياها، اللي بحب كمان يدخل عليها ويشترك بكون من السعداء، وأهلا وسهلا فيه وفيكم كلياتكم. يخلي لي اياكم يا صبايا، عن جد عن جد، يعني الحمد لله كتير كتير انبسطت انه وصلت للألف. وهلأ لسه اليوم وصلت لل1200، بس لما وصلت لل1000 مباشر لقطت لكم صورة، لاني عن جد كتير حلوة وكتير شعور حلو. ألف الحمد لله رب العالمين. اي والله يا صبايا. وهلأ هون انا حاطة شغلة 3 كاسات رز. طبعا حطيت لها لحمة ودهنة وبهار وملح ودبس بندورة وزيت نباتي مشان يتفلفل الرز. اللهم صل على النبي، يعني مثل حشوة المحشي العادية المعتادة، عرفتوا شلون صبايا؟ وعندي الباذنجانات يا صبايا اللي جبتن فوق ما تتخيلوا صغار، مثل تبعات المكدوس. عن جد عن جد يعني كتير حلوين وكيوت مثل ما بقولوا. وطبعا الحشي المحشي مثل العادة صبايا 3/4، بس أنا صراحة للمسقعة خليته أقل من 3/4 حتى، مشان ما تطلع أبدا أبدا لبرا الرزاية، لأني ما بحب إنه يطلع بقلب المسقعة رز وهيك. وأنا بصراحة حتى ما بحط له إنه على تمه شي شغلة إنه أسده للمحشي برز، ما بيحب كتير جوزي، وما بحب هيك اللي انه بنحط بيتمه، عرفتي شلون؟ فبعيف انه هيك بحشيه مثلا يعني اكتر من نصها بشوي صغيرة وبس. عن جد بتطلع بتاخد العقل. والله يا صبايا كتير طيبة، وخاصة هلأ بهالوقت. شفتوا البندورة هلأ نازلة، يعني اللهم صل على النبي، البلدية يعني لسه هلأ ما خلصت الحمد لله. ايه والله. وهلا يمكن اكيد مشان المكدوس، يمكن في ناس هلا يكتبوا لي نور لهلا ما سويتي. انتظروا فيديو المكدوس قريبا جدا ان شاء الله وتعالى. وهون يا صبايا بدي ابلش مشان اطبخ المسقعة بقلب المحشي. حطيت اول شي سمنة. بتحبوا دهنة بتحبوا سمنة اللي بدكم اياه، انا حبيت احط سمنة. وحطيت شغلة بصلتين. بصلتين فرمتهم ناعم كتير، مع قرنين 3 فلفلة خضرة كمان هيك شوحتهم. بعدين برجع بضيف اللحمة قد ما انتو بتحطوا لحمة اللي بدكم اياه، يعني عرفتوا شلون؟ ما في شي محدد ابدا بهيك قصة. طبعا وملح وبهار. وبعدين بطب البندورة، بخليها بس تغلي صبايا، بطب الباذنجان وبس. شغلة ساعة ساعة وربع بتستوي. هلا شوفوا شلون انا كمان بدي اطب الباذنجان، وشلون بحطه انه على الواقف مو على المتشطح، مشان الرز ابدا ما يطلع من، اللهم صل على النبي، يعني من المحشية، عرفتوا؟
لاني ما بتطلع صراحة كتير طيبة اذا طلعت بقلبها رز وهيك، بتطلع موديلها مو حلو ابدا. ايه والله يا صبايا، عن جد طلعت أكلة كتير 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 طيبة، ألف الحمد لرب العالمين. عن جد وشوفوا موديلها يعني كتير حلو هيك، الأحمر مع هيك سبحان الله. الحمد لرب العالمين. انتو صبايا ايش بتخبرونا؟ كيفكن؟ ايش عم تعملوا هالأيام؟ بلشتوا بالتعزيل إلا ما بلشتوا؟ على هالغباير هاي، عن جد الغباير ما بعرف، كتير كتير عم بدخل غباير بشكل لا يوصف يعني على البيوت. هلأ خاصيا بهالوقت هذا، الوقت الخريف. الحمد لله رب العالمين على كل حال. وهلأ مثل ما واضح عليكم يا صبايا غلت الطبخة، شايفين؟ وشوفوا صبايا شلون بوقف الباذنجان على حاله، هيك بصفه كلياته وحده وحده، بعدين لحاله وقت انه اللهم صل على النبي، لحاله هيك بغطس بقلب الطنجرة وبستوي ورزاي ما بطلع لبرا وعن جد تطلع أكلة يعني انه مرة مثل ما بقولوا. عن جد كتير طيبة، انا كتير بحبها انا وعيلتي، فلذلك عبقلكن كتير طيبة. هلا لازم تعدولي كم مرة قلتلكن كتير طيبة. الحمد لله رب العالمين على كل حال. بتمنى منكم صبايا تشتركوا بقناتي، قلتلكن اليوتيوب طبعا توصلوني اقل شي لل1000، والتيك توك يا صبايا كمان هيك يومياتي كلها بنزلها هنيك، وان شاء الله هيك بنفتح مع بعضنا لايف كمان، هيك بركي بنحكي بشكل مباشر اذا الله راد. اسم قناتي روتينات نورهم، كمان نفس الشي، نفس الصورة اللي حيطتها على اليوتيوب حيطتها على التيك توك. تمام صبايا ان شاء الله وتعالى. عم بستناكن، عودوا قولوا لي انه نحن مشتركين عندك باليوتيوب شان اعرفكن. تمام ان شاء الله، يخلي لي اياكن يا رب. ومثل ما لكم منتبهين يا صبايا، شايفين كل محشية بمحشيتها اشيل هيك من المرقة تبعيت البندورة واحط بقلبها مشان تستوي، وبنفس الوقت تامة على حالها، يعني ما انه نزلت لتحت او مثلا انه اللهم صل على النبي خليتها انه مثلا هيك تتحرك، مشان بنفس الوقت كمان تستوي. عرفتوا شلون؟ وهون كان استوت، ما طولت ابدا صبايا، ساعة ساعة وربع كان مستوية. وطبعا هاي بتاكل جنب منها فليفلة، اللهم صل على النبي. وهذا يعني هيك خضروات اللي انتو بدكن اياهم، بس اكتر شي صراحة بتاكل جنب منها الفليفلة. هون بلشت انا انقض المحشي، مشان هيك شوي شوي طبعا، مشان ما انه هيك يطلع شي مثلا رز او كذا. وطبعا وراي العيلة كلياتها، جوزي ولادي، يلا ماما يلا والله جوعانين، كان هون نهار عطلة يعني. ايه والله. وسبحان الله رايبينه لجوزي، اتصلوا فينا قال انه جايين لعنكم سهرة، قلنا لهم ميت السلامة. فبعد ما خلصت الطبخة مباشرة قمت بدي اساوي هيك شوية، بدي اساوي هيك، قلت قالب كيك واساوي هيك سهرة حلوة عشان هيك نسهر مع بعضنا. وطبعا شاركتها معكم، ونزلنا انا وجوزي هيك اشترينا شوية اغراض، اللهم صل على النبي، وكان كتير عن جد نهار كتير كتير حلو. شوفوا هلأ هون هيك خلصت سفرتي، تفضلوا يا صبايا. عن جد كان كتير أكلة طيبة، الحمد لله رب العالمين. الله يحفظها وهيك يديم علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا رب العالمين. الحمد لله. مين بحب هالأكلة يكتب لي بالتعليقات صبايا ويقول لي. هون حبيت هيك أورجيكم شلون طلعت، شلون بقلب المحشية شلون طلع، ما شاء الله متفلفلة فلفل يعني عن جد. هلا اكيد كلياتكم اشتهيتوا، يا على قلبي ان شاء الله. تفضلوا كلياتكم لعندي. وهون يا صبايا بعد ما تغدينا وشربت القهوة وبركت شوي، قلت لكم اتصلوا فينا قرايبين جوزي، فقلت لا لازم انه اقوم احضر لي هيك سهرة حلوة مرتبة. فعندي هون شغلة 4 بيضات، سويت كيك اليومي. حطيت 4 بيضات يا صبايا، وحطيت كوبين من السكر وظرف فانيلا، خلطتهم كلهم مع بعضهم، خفقتهم بالخفاق الكهربائي لبين ما هيك تضاعف حجمهم. عرفتوا شلون صبايا؟ وبعدين نزلت عليهم نص كوب من الزيت النباتي، ونص اللهم صل على النبي كوب من الزبدة. إذا أنا ما كان بوقتها عندي بقيان زيت نباتي يعني كتير، فلذلك حطيت نص بنص. انتوا بتحسنوا تحطوا زبدة، بتحسنوا تحطوا بس زيت اللي بدكن اياه.
كتير 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 طيب هذا الكيك صبايا، وهش وطعمته رائعة عن جد عن جد. مو لأني أنا عاملته، بس عن جد عن جد كتير طيب، وبنفس الوقت كتير سهل. وهلا مثل ما لكم شايفين يا صبايا، ده أخفقه هيك لبين ما يصير هيك مثل هلا شفتوا، شايفين صار لونه أبيض يعني. وطبعا بدي أضيف الزبدة والزيت النباتي شوي شوي، ما كله فرد مرة، مشان ما يفرط عندي الخليط. عرفتوا شلون صبايا؟ بخلطهم كمان شوي، برجع بضيف كاسة مي من هذا، من الشاي. مو كاسة انه كبيرة، كاسة شاي صغيرة يعني فنجان قهوة، مي مفترة. تمام صبايا. وطبعا بدي كاسة حليب، ما بصير بلاه ابدا للحليب. اذا ما بدكم تضيفوا حليب، مو حليب يا ربي، ما بدكم تضيفوا مي، ضيفوا عصير. بس انا بنصحكم بالمي اكتر، لاني بتعطي هشاشة، بتعطي طراوة، والمي بتخلي اللهم صل على النبي يعني. شلون بدي اقولكم، بيعطي طراوة للجاتو بشكل كتير يعني كويس. عرفتوا شلون صبايا؟ وطبعا بلزمنا 3 كوب من اللهم صل على النبي من الطحين، طبعا من النخلون، مع معلقتين كاكاو. اول شي خلطتهم كلياتهم مع بعضهم، وضفت الخليط هاد نصه بقلب القالب الكيك، ونص التاني حطيت له معلقتين اللهم صل على النبي هذا كاكاو. وطبعا ضفت رجعت معلقتين 3 مي مشان انه يصير مريق. بعدين هيك ضفتهم على بعضهم، وعن جد طلع بياخد لعل هلا شوفوا شلون النتيجة طلعت. سبحان الله، انا عم بمنتج عم بقدم يا صبايا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. حطيته بالفرن يا صبايا طبعا بس من تحت، وطبعا شغلت الفرن من قبل ما ابلش بالكيك، لاني لازم يكون الكيك يعني لازم قصدي يكون الفرن حامي على درجة حرارة 180 او 200 حسب فرنكم. بياكل معكم 45 دقيقة، ومع ذلك طلعوا يا صبايا انتوا عليه على التمام. يعني ما تقولوا مثلا 45 دقيقة، لا، لازم واحد يطلع عليه كل شوي. يعني من بعد 30 دقيقة لازم كل شوي يطلعوا عليه. عرفتوا شلون؟ هلا انا هذا فرني اكل معي 45 دقيقة على التمام. وهلا هي اول مرة صراحة بنجيب هاي الجبسة اللي ما لها بزر، وحابة هيك نقسمها قدامكم. يا حظي منكم يا صبايا. يا سلام، بينتها تازاي. بسم الله ما شاء الله. اوه لا والله كويسة، حظي منكم مثل الفلة. شوفوا لابس زري حتى كمان، والله شي حلو. يلا هلا بقسمه وبرجع لكم. وشايفين يا صبايا حظي منكم، ما في احلى منه، يخلي لي اياكم ما يحرمني منكم ابدا ابدا. والله انه دخلتوا على حياتي مثل السكرة. وهون هي النتيجة الجاتو، شايفين ما احلى، بسم الله ما شاء الله شلون نفش. وهون عندي شوكولا بردته، اللهم صل على النبي، قصدي ذوبته وحطيتها على وشه وهيك تدردر. حبيت هيك احط هيك مثل شوكولاتات، هي اسمها نحن عنا دردر، ما بعرف انتوا ايش بتسموها. وهون كان اجوا ضيوفي، حبيت احضر معكم كل شيء، بس مع الاسف ما حسنت لاني كتير تاخرت بوقتها بالسوق انا وجوزي، اللهم صل على النبي. فلذلك حضرت هيك على السرعة وعلى العجلة وانه بدون تصوير، وقلت بفرجيكم اللقطة النهائية. بتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو يا صبايا، وبتمنى يكون عم تنبسطوا معي بالفيديوهات، يخلي لي اياكم. واذا بتحبوني عن جد توصلوني اقل شيء لل1000. هلا نحن هون 815 مشترك، فعن جد عن جد اذا كل وحده فيكم جابت لي بس مشترك بس، بصير 1600. يخلي لي اياكم انتوا ايدي بايدكم، وبنصل للاخير ان شاء الله وتعالى. وهيك كانت ضيافتي لضيوفي، بتمنى يكونوا انبسطوا كمان عنا. 100 اهلا وسهلا عن جد، ونحن كتير انبسطنا فيهم. وهلا بدي اقلكم سلام صبايا، استنوني في فيديو جديد. سلام يا صبايا. وهي نتيجة الجاتو عشان تشوفوها، بسم الله ما شاء الله شلون صار. وهلا باي صبايا.